شوبير ولا الشناوي؟ هتكلم على اهم مميزات ده وعيوب ده، وانت في الاخر تقول لي وجهة نظرك. هتكلم عن شوبير الاول واقول لك اهم مميزاته واهم عيوبه، وبعد كده هتكلم على الشناوي واقول لك اهم مميزاته واهم عيوبه. هتكلم عن شوبير في اهم مميزاته: بيلعب برجله كويس، حركته تحت الخشبتين والعارضه ممتاز جدا، بيتحرك بسرعه كبيره جدا بالذات لما بيتحرك بالعرض على شوطه او بيتحرك بالطول، او تمركزاته عموما وقت التسديد او وقت العرضيه بتكون ممتازه جدا جدا. عنده الجنب بتاعه عالي جدا، عنده ردة الفعل عاليه جدا، في الانفرادات ممتاز جدا. عيوبه، وهو عيب واحد بس، ان هو قصير شويه. نروح بقى للشناوي. الشناوي اهم مميزاته: حارس خبره، بيتكلم كويس مع المدافعين، طويل، الطول مناسب جدا. دي مميزاته. نتكلم عن عيوبه اللي ظهرت في الفترة الأخيرة وليكن آخر 3 سنين تقريبا. الشناوي ما بيلعبش برجله بنسبة 50%، يعني هو مش زي شوبير. شوبير أعلى في الرجل. حركته تحت الخشبتين والعارضة وقت العرضية ووقت التسديد بيكون خطأ جدا، وبالذات وقت التسديد. وشفناه في مباراة بورتو لما بيطلع بخطوة ويرجع بخطوة وبعد كده يبتدي يطير على الرجل الثابتة، ودي بتعمل مشكلة كبيرة جدا لأن بتعطله. المفروض ان هو بياخد الخطوه وبعد كده يطير، لا هو بينط من الثبات. وطبعا ده لان تمركزه كان غلط من الاول، وان وقت تحرك الرجل بيكون غلط برضه. في الكره العاليه طبعا بيطلع خطوه ويرجع. دي عيوبه. انا قلت لك عيوب ده ومميزات ده، وانت اختار بقى.